بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب نهاركم وأسعد يومكم بالخير واليمن والبركات. إن شاء الله تكون جميعكم بألف خير وصحة وعافية وسلام وأمان إن شاء الله تعالى. معنا اليوم أحبابي في الله كما عودناكم وجمعنا لكم وتواترت عندنا بعض الرؤى الجميلة المبشرة الخاصة بإمامنا وسيدنا وقائدنا وحبيبنا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، وقرب إصلاحه وبيعته وفرج الأمة الإسلامية به إن شاء الله تبارك وتعالى وبإذن الله عز وجل. نبدأ على بركة الله مع الرؤى، والرؤية الأولى بعنوان شهب المهدي عليه السلام وأهله. يقول الرأي: السلام عليكم، نظرت إلى السماء فظهر أنها امتلأت شهبا، وكان بالنسبة منها شهاب كبير، فقلت في نفسي إنها أول علامات القيامة ظهرت، وهذه الشهب هم المهدي وأهله. ثم ملئت السماء بشحب حمراء، لا أعلم، ولكن من باب عدم إنقاص الرؤيا عندما ظهرت السماء حمراء أحسست أن الله عز وجل غاضب، ثم خضراء، واستيقظت عليها الساعة 4 صباحا، وانتهت على ذلك. أما تقولها إن صدقت الرؤيا فالدنيا قد امتلئت ظلما وجورا، وننتظر ذلك المهدي عليه السلام الذي سيملأها قسطا وعدلا، وتدل على عدم الرضا على ما يجري لأحوال الأمة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. كذلك معنا أخرى رؤية بعنوان المهدي عليه السلام يظهر مع آية في السماء. يقول الرأي: دعوت الله عز وجل بعد صلاة الضحى أن يريني رؤيا حق فيها جواب لجميع أسئلتي بخصوص المهدي. رأيت فيما يرى النائم أنني أمامي مثل كتاب مفهرس، وأني أقرأ في الفهرس عن المهدي، وكنت كلما أردت أن أقرأ أحد مواضيع الفهرس فتحت الصفحة التي أريد، وقد قرأت كل ما فيه. وعند استيقاظي لم أذكر سوى اسم المهدي ووقت ظهوره: اسم المهدي محمد بن عبد الله، هكذا بالضبط دون أي زيادة أو نقصان، ووقت ظهوره يظهر مع ظهور آية من السماء، وانتهت الرؤيا على ذلك. أما تأولها إن صدقت الرؤيا فاسم المهدي عليه السلام أتى رمزا، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وهذا قد جاءت فيه روايات وأحاديث نبوية شريفة يواطئ اسمه اسمه، وفيه لغز وسر. المهدي عليه السلام عند ظهوره من سيفهمنا إياه، ويظهر مع ظهور آية في السماء على ظاهرها. كذلك معنا يقرأ رؤية بعنوان المهدي سيظهر في دولة بيضاء. يقول الرأي: رأيت رؤية فيها رموز أرجو تفسيرها. رأيت أني أنظر إلى العالم من بعيد، وفي وسطه دولة بيضاء وحولها دول بيض، وأخبرت أن المهدي سيظهر فيها حين تتكسر أو تتفتت هذه الدول. بعدها رأيت مثل القلم ينغرس في هذه الدولة، وكأنه ينبري بمبرات حجمه حجم الكرة الأرضية كحجم القلم، ومبرات صغيرة، والدولة لا تكاد تظهر من شدة انغراسه ودورانه. وهنا صرت أرى المشهد بوضوح تام لا لبس فيه، كأني مستيقظة واعية وأدقق فيه، وكأنه كان علي أن أخبر الناس بما رأيت. وظهرت حشرة حمراء سميرة من النوع الذي يشبه اليرقات، أو ربما كانت يرقة، فوق رأس القلم المنغرس. بعد ذلك تحولت الحشرة لشيء أسود لم أتبين ما هو، لكنه كان مهلهلا كالملابس، وأظلم المشهد كله تدريجي، وانتهى كأنه تلفاز وأغلق، وانتهت. أما تقولها إن صدقت فالمهدي عليه السلام سيظهر في بلد تكون فيها بعض النزاعات والاختلافات، ثم يملأها قسطا وعدلا، وتدل كذلك على ظهور عدوه بعد حين من الزمن من ظهور المهدي وحروبه معه. نسأل الله أن يجعلنا من أنصار المهدي ومبايعينه. كذلك معنا يقرأ الرؤيا بعنوان المهدي وتخزين الرز والقمح. يقول الرأي: رأيت حلما أن أخوي قال لي اطلع على السطح بسرعة في حادثة غريبة. لقيت 4 أقمار لونهم أبيض محمر وبيترأسوا وراء بعض. عديت لقيتهم 7 ونزلوا في الأرض. والد زوجتي الله يرحمه
قال دا علامة ظهور المهدي وخزن أكل كثير رز وقمح يكفي سنة، لأن حيبقى فيه موت وقتل كثير، والوقت دا كان وقت شتاء. وانتهت الرؤيا. أما تقولها صدقت، فهؤلاء تدل على الرؤيا على أن زمن المهدي عليه السلام في بداية الأمر سيكون فيه حروب ونزاعات ومحاولة إيقاف حركته الشريفة، وتدل على جوع، فمن المستحسن أن يخزن ما يستطاع حتى يتم الأمر له ويمكن في الأرض. كذلك معنى رؤية أخرى، رؤية بعنوان لن يأتيك المهدي قبل أن يأتيك الطوفان. يقول الرأي: رأيت أنني أقف على جبل ضخم جدا أنتظر المهدي قادما إلي على الجبل، وعندما اقترب مني أبتسم وكان لسه لم يصعد الجبل، فناداني الله عز وجل من السماء وقال لي: جلال، لن يأتيك المهدي قبل أن يأتيك الطوفان. ونزلت من السماء لافتة كبيرة منورة باللون الأحمر ومكتوب عليها كلمة كبيرة باللون الأحمر، الكلمة هي الطوفان، الرجاء التفسير. أما تقولها صدقت، فالطوفان نحن في زمنه من فتن في الدول، وعما قريب تنصدع الأرض ويبايع المهدي. كذلك معنى رؤية أخرى، رؤية بعنوان مذنب وخروج المهدي. يقول الرأي: لقد شاهدت رؤيا عجيبة عندما استيقظت، كان قلبي ينبض بقوة من هول الرؤيا. لقد رأيت أن مذنبا فوق رؤوسنا من مشرق الأرض إلى مغربها، كل العالم شاهد المذنب، كل الناس كانت فزعة وكانوا يصرخون من الخوف، إلا أنا لم أكن خائفة، كنت أركض يمينا ويسارا وأقول: أيها الناس، لقد ظهر المهدي، أسرعوا وتوبوا واقرأوا القرآن. وكنت أكبر وأقول: الله أكبر، ظهر الإمام المهدي. وكان كل همي أن أهدي الناس من حولي، ولكن الرؤيا كانت كما لو كانت أنها حقيقية. وانتهت. أما تقولها إن صدقت، فالرؤيا تدل على أننا في زمن المهدي عليه السلام، نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يعجل به الفرج. كذلك معنى رؤيا أخرى جميلة ومبشرة بعنوان علامة بداية إصلاح المهدي عليه السلام هو غناه. يقول الرأي: رأيت خيرا أن أحدا يقول لي أن علامة بداية إصلاح الله للمهدي هي أن تبدأ أموره بالدنيا في التحسن، أو قال تبدأ أموره بالانصلاح ويقصد أحواله. وانتهت الرؤيا على ذلك. أما تأولها: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، إن صدقت الرؤيا فهي إن شاء الله على ظاهرها. كذلك معنى رؤيا أخرى، رؤيا بعنوان الإمام وعلامة ملكه وتابوت السكينة ووصف شكله. يقول الرأي: رأيت الإمام المهدي عليه السلام يخرج تابوت السكينة بعدما أعطوه كلمة السر وأخبروه عن علامة ملكه. قالوا له: إن علامة خروجك وباء. خاف الإمام المهدي من الصندوق لأنه ثقيل. قال له صوت أن علامة استجابة الصندوق في يدك اليمنى، فنظر في يده وجد علامات وكلمات له في سر الصندوق، وكان في رفقة المهدي أصحابه يحمونه ويساعدونه. تذكرت أن الصوت قال له: لو شئت لجئنا به إليك. انتهت. وصف الإمام كان مو طويل ولا قصير، شعره للأكتاف، عندما تنظر إليه ترى فيه سمات المحارب المستعد للحرب، وجهه جميل أسمر فاتح قريب للبياض، نظرته حادة، يظهر قويا لكن في الرؤيا يظهر أنه يخفي وشيئا ما. وانتهت الرؤيا على ذلك. أما تقولها إن صدقت، فأوصاف الإمام فيها بعض مما يصح، والبعض الآخر يأتي رمزا ويدل على قوة الإمام وعلمه وأنه ملهم من الرحمن. وكذلك تدل على أنه سيستخرج تابوت السكينة ويأتي بعلم وحجج وبراهين لأهل الكتاب والمسلمين، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما الرؤيا الأخيرة، والرؤيا بعنوان ظاهرة تسبق ظهور المهدي. يقول الرأي: رأيت القمر بدرا مكتملا في وضح النهار، وكان يخرج منه أشعة من نور ساطع تنتشر في جميع الاتجاهات، وكان ينقذف منه قطع صغيرة من نور كاللؤلؤ تقع على الأرض، وكان منظرا مبهرا وجميلا جدا. وكان هناك حزاما من نور متحرك ويلتف على كامل البدر، ومن شدة انبهاري بالمنظر أصبحت أكبر بصوت عال وأصلح بالتكبير، ووقع في نفسي أن هذه هي الظاهرة التي تسبق ظهور المهدي. وانتهت على ذلك. أما تأولها إن صدقت، فإن المهدي يكون متواجدا على النت وينظر على أخوانه فوائد علمية كما تنظر اللآلئ، والحزام هم الحفظة من الملائكة، وهذا التواجد يعد شرطا بين يدي بيعته. هذا أحبابي في الله مجمل ما جاء فيها. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.